السلام عليكم اخوته حبايبي. ابداع، امتاع، اقناع، ابداع وابهار والتهام للمنتخب المغربي. المنتخب المغربي التهم الكونغو برازافيل بلا رحمه ولا شفقه. عمل مباراه جامده جدا، 90 دقيقه فيهم كل حاجه عن كره القدم. الاسود تظهر من جديد وتبدع وتمتع وتقنع وتتصدر وبتعمل بقى رساله للجميع. هو ده بقى المنتخب المغربي، هو ده المنتخب المغربي رابع العالم، هو ده المنتخب المغربي اللي عنده شخصيه، عنده نجاعه، عنده وسط ملعب قوي، عنده خط دفاعي قوي، عنده خط هجومي قوي، عنده كل حاجه، عنده لعيبه بتنزل تغييرات جامده جدا، عنده كل هدف ليه قصه، كل هدف ليه قصه وليه طريقه وليه نظام. والناس اللي كانت بتتفرج على المنتخب المغربي عشان تلاقي نتيجه كده او نتيجه كده، سهرناكم معانا وسهرتم على الفاضي. المنتخب المغربي النهارده عمل مباراه ورساله للجميع. انا عندي الامكانيات وعندي الشخصيه وعندي النجاعه وعندي كل مقومات النجاح، واتفرج عليا، شوف البدايه القويه وشوف النهايه القويه. وانا من وجهه نظري عندي سبب لتفوق المنتخب المغربي، لكن قبل ما اقول السبب ده عايز اشرح لك المباراه بدات ازاي. المباراه بدات بالمنتخب المغربي ضاغط من بدري. المنتخب المغربي عايز يرد على كل الناس اللي كانت بتتكلم عن المنتخب المغربي في مباراه زامبيا. ضغط من بدري، تحرك في كل الاطراف. سفيان مرابط عمال يقول لأناحي روح ما يهمكش، روح ما يهمكش. زود مع الهجمه مع الياس بن صغير وخدها وركنها، وكان هدف اول. حارس المرمى اتفرج على الاول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، ولو في حظ كان هيبقى سابع وثامن وتاسع كمان، لان كمان كان في ركله جزاء الحكم ما حسبهاش. وخلينا نقوله ان بعد الدقيقه 16 ضغط فشاد رياض، دفاع قوي جدا، يسجل هدف في الدقيقه 16. ثم في الدقيقه 19 اشرف حكيمي بيبص وعرضيه بالمقاس لايوب الكعبي يسجل الهدف الثالث. مدرب الكونغو او جمهوريه الكونغو قعد يقوم اللاعبين، قوموا سخنهم، الدنيا خربانه على كده. على بال ما سخنوا كان الدقيقه 38 هدف ايوب الكعبي اللي هو بتاع زياش لوناحي، وناحي يعمل عرضيه فحط الهدف. فخلاص عبال ما غير ولا لحق يعمل حاجه. بدا المنتخب المغربي في الشوط الثاني هادي؟ لا، ما بداش هادي، جاب هدف على طول، وهدف الدقيقه 53 لايوب الكعبي، راسيه بجمله بكره بتتلعب لونج بتضرب الجميع ويحطها ايوب الكعبي الفايق الرايق الهداف اللي بالفطره. ثم بعد كده بدانا نشوف التغييرات، ويلا نشوف التغييرات بتعمل ازاي. لم تؤثر التغييرات على المنتخب المغربي ولا على النسق، بالعكس شفنا سفيان رحيمي بينزل في الدقيقه 60 بيسجل هدف في الدقيقه 61، وسرعات وكل اللعيبه كانت متالقه. النهارده ابراهيم دياز عامل مباراه عالميه في وسط الملعب، ربط كامل ما بين اللاعبين. اشرف حكيمي في افضل حالاته، زياش لما كان بيخش العمق، بن صغير لايوب الكعبي، اناحي، نايف اقرد، شاد رضوان، يحيى، اشرف. لكن سفيان مرابط في حته ثانيه. سفيان مرابط لعيب كان بيدعم لعيبه وسط الملعب من ناحيه القوه الدفاعيه، من ناحيه القوه الهجوميه، من ناحيه قطع الكوره، من ناحيه الزياده الهجوميه، من ناحيه انا قافل الدنيا، انا قافل على نايف اقرد وشاد رضوان، محدش يقدر يقتحم العمق علينا، انا واقف وسادد وما شاء الله. فمليون مبروك للمنتخب المغربي اداء ونتيجه. والنيجر وتنزانيا تلاقيهم بيقولوا الحمد لله ان دي يعني في توقف، لسه هنلعب في مارس، لان لو المنتخب المغربي لعبني ووصل للنسق ده كان زمانه كسر الدنيا. فمليون مبروك للمنتخب المغربي. ما تنساش بقى تعمل لايك وسبسكرايب للقناه. اخواتي وحبايبي، سلام.